الاعلام دي شاشه، دي كاميرا بتنقل حدث موجود. هي لم تحرك هذا الحدث لكي تصور. استاذ عمرو، حضرتك اعلامي وتعلم جيدا ان ليس كل ما يحدث ينقل، وليس كل ما يعرف يقال، وتعلم جيدا ان هناك نقل يزيد الامور احتقان ويشعل النار، وهناك نقل يهدئ الامور. طب انت يعني كاعلامي انه صوره زي دي احنا انت المفروض كاعلامي والتلفزيونات كلها براها. انا لو عندي قناه عندي محطه انا مش هنقل الصوره دي. انا لو عندي قناه وعندي محطه مش هنقل هذه الصوره. ليه؟ ما الهدف؟ يعني ايه الهدف؟ ايه الهدف من نقل الصوره دي؟ ده اسمه اعلام، يعني ابلاغ. يعني ايه الهدف؟ انا دلوقتي لكي يعلم الناس ابسط ما في الامور، اللي رايح متجه لهذه المنطقه لا يتجه إليها. اقدر بمنتهى البساطه اقول للناس خبر ما حدش يروح المنطقه علشان في مشاكل، لكن ما اقعدش ناقل صوره. دلوقتي الصوره دي لا يا دكتور مهيجه. يعني انا بص حضرتك مش مهيجه، عفوا. لا مهيجه. لا احنا ما فيش، الاعلام لا يهيج في هذه الامور. استاذ هذا عمرو، نقل حي، وعلى من استاذ عمرو وعلى من قاد يعني هؤلاء البشر للقيام بهذه الاعمال ووصلهم للحاله العصبيه اللي هم فيها دي، انه يعالج. كان الاولى من الامور كان يستبق الامور بوقائيه، كان يعالج الامور بشكل افضل، لكن هذه ليست المسؤوليه بتاعت الاعلام. استاذ عمرو، انا راجل ثوري، وانا راجل من الثوره، لا انا فلول لا ولا انا معاون للحزب. احنا بنحاول بعد اذن حضرتك نقدم جميع وجهات النظر. عفوا. اسمع راي واحد من الثوره. اتفضل. اسمع راي واحد من الثوره. احنا ما بنتكلمش دلوقتي في الحدث الذي حدث، الحدث خلاص حصل. احنا بنتكلم دلوقتي في واقع. الحدث ده بقى ماضي، كان حصل امبارح. الاحداث بتاعت الماتش حصلت امبارح. طب النهارده نعمل ايه؟ النهارده في رد فعل، ده طبيعي جدا. انا لازم اهدي رد الفعل ده. انا بطالب الشعب المصري وكل الشباب وكل الناس بعدم النزول الى ميدان التحرير. ايوه، بس مش الاعلام، دي مش مهمته. دي مهمه المسؤولين اولي الامر يا دكتور، ومهمه الاعلام. لا ليس اطلاقا. لا يا استاذ عمرو، لا. مهمه الاعلام ساعتها ولي الامر يستغل وسيله الاعلام ويوجه. يعني معلش طبعا انا بدافع عن مهنتي وعن لا حضرتك اموري حضرتك بعد اذن حضرتك اتفضل. انت تعلم جيدا يا استاذ عمرو ان الاعلام موجه. انت يوم ما هتقول خبر وتنقل صوره لواحد ميت في مكان الفلاني، الناس كلها هتنزل. انا لا اطالب يا دكتور بتعميم بالعمى. انا اطالب بان يكون الاعلام مسؤولا. ده ابتداء. اعتقد انه في نسبه عاليه من التحلي بالمسؤوليه في كثير من وسائل اطلاق الاعلام. بعد اذن حضرتك، احنا مش هنحول دفه اللي بيجرى امبارح كله على الاعلام. استاذ عمرو، خلينا نحاول نرسل رساله للناس دول. 60% من الاعلاميين اللي موجودين فلول. 60% من الاعلاميين الموجودين كانوا يطبلون للنظام. 60% من الاعلاميين الموجودين لحم كتافهم من خير حسني مبارك ومن خير ولاد حسني مبارك. 60% من الاعلاميين الموجودين لحم كتافهم من التلفزيون المصري، من انس الفقي اللي كان الثوره بنموت وبنتضرب يوم موقعه الجمل وهو ناقل الكورنيش عليه الحبيب. طب ده اللي انا هسالك عليه لسه حالا. هقول لحضرتك، هل في اثناء الثوره ما كانش ده نفس اللي بيقوله النظام؟ بيقول انه الاعلام هو اللي مضخم الموضوع والعمليه وكذا واشياء من هذا القبيل، وان ما فيش حاجه، وانه الاعلام بيصور كلام فارغ وتحميل المسؤوليه للاعلام مستمر من الزمن الماضي. كلام مختلف تماما تماما تماما. في فرق بين ان انت بتتكلم في ثوره شعب، وان انت بتتكلم في الالتراس رايح يهاجم وزاره الداخليه. لا مش الالتراس، انت بتتكلم في ثوره مضاده يا دكتور، او بتتكلم في ثوره مضاده. طب ما هو دي وقائع ثوره مضاده. وقائع ثوره مضاده. انا لا يصح اطلاقا ان يكون الاعلام بتاعي، انا ما بتكلمش عليك ولا على شخص محدد، انا في مدرك احنا بنتكلم على الاعلام في عمومه. وانا بقول 60%، انا بقول 60%، يعني في 40% شرفاء، يعني في 40% وطنيين، يعني في 40% مقدرين لحجم المسؤوليه وفاهمين رساله الاعلام ايه. انا ما بتكلمش على كل الاعلاميين ولا على كل القنوات، انا بتكلم على 60%. 60% دي انت واحد من الناس تعلمهم وعانيت منهم. احنا حضرتك متاكدين انه في ناس تغيرت مواقفها، يعني بس يعني الناس برضو ذكيه جدا يا دكتور صفوت، وبتعرف تفرز الطيب من الغث. لا حضرتك يعني عارفين الكويس من الوحش. لا حضرتك قلت ببساطه شديده احنا بنتعامل مع شعب في نسبه اميه 40%. دي حقيقه. الشعب ده يا استاذ عمرو، هذا الشعب الذي فيه نسبه الاميه 40% شعب واعي جدا،
شعب يقظ جدا، احنا ما شعب اختلفناش. شعب بيتلقى ثقافته من الشاشه. ال 40% دول ما بيقرأوش كتب، ما بيقرأوش مقالات. الكاتب اللي بيكتب مقالته ال 40% دول ما بيعرفوش عنها حاجه الا اذا علق عليها في الاعلام. مظبوط. احنا انا متفق معاك تماما في اللي بتقوله. انا تذكر حضرتك في مره في رمضان قعدنا وقلنا احنا عاوزين نعمل اعلام بناء، اعلام يبني مش اعلام يهدم. واحنا في الحل اللي بنقوله النهارده تعال نتحدث في كيفيه تحديث هذه الدوله. انت شاهدت النهارده جلسه مجلس الشعب يا دكتور صفر، الكلام انحصر ما بين مجموعه من البشر على قانون محاسبه الوزراء بتاع 56 ولا 58، وقانون 58 نسخ ولا لا، وتشكيل المحكمه ما بين سوريا وما بين مصر، وانحصرنا في منظومه قانونيه لا نستطيع على اساسها حتى ان نحاسب احدا اذا كان هذا هو الوضع. تعال نتحدث عن تحديث هذه الدوله، تعال نفكر في المستقبل، تعال نحاول احنا من خلال شبكه تلفزيون النهار بدور حضرتك الدعوي والاعلامي وبقدرك وبشخصك، ومن خلال هذه الشاشه اللي اعتقد ان حضرتك يعني بتكن لها تقدير واحترام، انه نقول للناس ماذا يجب ان نفعل من الان لكي نحدث هذه الدوله، لكي نبني مصر الحديثه. تعال نحاول احنا ناخد هذا الدور المسؤول واللي فيه رؤيه مستقبليه ونتكلم عنه. ده اللي انا نفسي الاعلام يقوم بيه ويعمله، ده اللي انا نفسي الاعلام يقوم بيه ويعمله. يعني انا لما اقعد اسمع واحد قاعد يشتم في طائفه من الشعب ومش عاجبه الناس ومش عاجبه كل حاجه وشايف ان هو رايه ده هو الاساس، والشعب اللي نزل في الانتخابات ده اتضحك عليه، والناس اللي انتخبت عمرو حمزاوي ولا صفوت حجازي الناس اتضحك عليها. ايه الكلام ده؟ ايه الثقافه ديت؟ ايه ردينا على كل هؤلاء البشر برضه بنسبه، رغم وجود نسبه الاميه اللي احنا بنتكلم عليها اللي هي 40%، قلنا تاني كمان مره هذه انتخابات نزيهه شفافه قال فيها الشعب كلمته وجاء بمن رآهم يتعاملون معه على الأرض. طوال سنوات طوال انسحبت الدولة فيها من دورها، وبالتالي كان هذا إفراز طبيعي نتيجة لعناصر كثيرة جدا، وإنه الذي أخفى أو الذي لم يحرز النتيجة التي كان يرجوها أو كان يتخيل أنه سيحرزها، هذه مسؤوليته لأنه قصر في الوصول إلى صاحب القرار ألا وهو الشعب المصري. ولازم يكون فاهم انه متعلم مثقف قليل التعليم على قده كلام من هذا القبيل صوته مؤثر. عشان كده احنا كنا مسميين صوتك مصيرك بغض النظر عن درجه تعليمه والثقافه. وبالتالي انا برضو هنتقل من ده لانه اسال حضرتك خلينا نفكر في حلول، تعال نضع حلول لكي نكون في حاله بناء وليس في حاله هدم. اول حل من هذه الحلول ان يكون الاعلام اعلام بناء واعلام بناء واعلام يعلم المسؤوليه وإعلام يثقف الشعب ويوجه الشعب إلى الصواب، وليس كل ما يعرف يقال، وليس كل ما يحدث ينقل، ولا بد من الصدق في الخبر وفي الكلام، لابد من انتقاء من يتكلم ومن يتحدث، لابد من إدارة حوار لبناء هذه الدولة. إلى الآن نحن لم نتفق على بناء الدولة، نحن إلى الآن يا أستاذ عمرو، وبقول نحن وأنا، يعني نحن دي يعني أنا داخل في نحن إلى الآن قاعدين بنتخانق مع بعض مين يقول إيه، وأنا اللي أقول مش مهم مين يقول. يجب أن يكون عندنا شعار، المهم أن تقال الكلمة وليس مهما من يقولها، المهم أن توضع الطوبة وليس مهما من يضعها. لابد أن يكون هناك روح تسامح، لابد أن يكون هناك روح توافق، لابد أن يكون هناك روح معرفة. 90% من الشعب المصري ما يعرفش يعني ايه ألتراس، ما يعرفش الألتراس دول اتكونوا منين وعملوا ايه وجم منين. ده هيرد ناس كتير جدا تقول لك حالة الهدوء اللي حضرتك بتنشدها وبتبغيها بتيجي بعد ما الدم بيبرد والدم ما بيبردش غير بالقصاص، واحنا عندنا موقعة الجمل اللي مر عليها سنة لم يصدر فيها حكم حتى الآن. تعالى أولا بس نسمع من مراسلنا عبد الباسط يونس الموجود في محيط هذه المناوشات بالقرب من وزارة الداخلية. عبد الباسط قول لي اللي بيجرى عندك دلوقتي. أنا شايف الصورة راقت شوية ويبدو إنه المتظاهرين أو الألتراس أو الشباب
تراجعوا قليلا من مدخل شارع منصور تاني الى شارع محمد محمود، وفي تلويح باعلام مصر وباعلام النادي الاهلي وبعض اعلام الانديه الاخرى. وانا شايفين الان سياره من سيارات الشرطه تتقدم يعني الى طرف هذا الشارع، وبنتابعها على الشاشه. فقول لي ايه الوضع اللي حواليك وكلمني عنه لو سمحت. ربما نبدا في الوضع الاساسي، هو كما تتابعون على الصوره الان على الشاشه. كانت سياره من سيارات الامن المركزي التي تلقي قنابل الدموع على جموع الالتراس التي حاولت اقتحام التقدم نحو الشارع، شارع وزاره الداخليه، شارع منصور، حتى تصل الى هناك. ربما لقد نسبة الغاز المسيل للدموع يتم اطلاقها بكثافه من قبل قوات الامن المركزي. بعض الحالات الكثيره التي رايناها امامنا تقع على الارض جراء بفعل هذا الغاز، حتى ان سيارات الاسعاف بدات في نقل والان ربما تسمعون الصوت، صوت سيارات الاسعاف التي تقوم. مش عارف يا عبد الباسط، هو صوت سيارات الاسعاف ولا سرينه النجده اللي مركبه على هذه السياره؟ يعني خليني اسالك سؤال بصراحه، يعني ليه الشباب رايحين عند محيط الداخليه؟ هذه سياره الامن المركزي التي تقف في مواجهه المتظاهرين. ربما الصوره المصور معي اصيب بحاله اختناق جراء الغازات، فهو لا يستطيع ان يحرك الكاميرا اكثر من ذلك. خلف هذه العربه هناك الجنود الامن المركزي، بعض الجنود يقفون خلفها ويطلقون القنابل المسيله للدموع التي تشاهدونها في الصوره. الجانب الاخر الذي لا نستطيع تحريك الكاميرا بالنظر كما قلت لاصابه واصابه سلامة المصور اللي معاك، يعني قول له ان احنا كلنا بنشد على يده وبنتمنى له السلامه، وليك كمان طبعا لانك بالتاكيد بتتعرض لنفس الغاز، ونتمنى ان انتم تكونوا واخدين معاكم المياه الغازيه اللي بتقلل من اثر هذا. الموتوسيكلات او الدراجات الناريه الذين يقومون بنقل من يسقطون جراء الغاز المسيل للدموع وينقلونهم الى سياره الاسعاف التي لا تستطيع الدخول الى هذه المنطقه، لا تقترب اكثر، لا تستطيع الاقتراب اكثر من ذلك، في نظرا كما قلت لكثافه اطلاق الغاز المسيل للدموع. لو عندك يعني شيء جديد غير وصف المشهد يا عبد الباسط او معلومه محدده قولها لي، او هنتابع معاك بعد شويه، لاني عايز ارجع تاني للدكتور صفوت حجازي واناقش معاه ما يجري الان، ونحاول نوصل رساله لجموع الشعب المصري في اللحظه الراهنه. ليس هناك اكثر من ذلك، كما قلت الان ربما اقتربنا اكثر من سياره الامن المركزيه التي تقف وبجوارها جنود الامن المركزي الذين يطلقون القنابل المسيله للدموع على جموع الالتراس في محاوله منهم للتصدي لهم حتى لا يقوموا بعمليه الاقتراب ومحاوله اقتحام وزاره الداخليه. تمام، شكرا يا عبد الباسط، اشكرك شكرا جزيلا.